حسام الباهي شاب في مقتبل العمر، طالب يعد رسالة الماجستير وقائد في الكشافة التونسية. أردنا أن نتعرف على حسام بأكثر قرب ونتبين أهمية العمل الجمعية في حياته ومدى تأثيره فيه، فكانت لنا معه هذه الرحلة بين الدراسة والأسرة والنشاط الكشفي. هذه كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وهي الفاكولتي اللي نقرأ فيها هنا. نقرأ سنة ثانية ماجستير. الاختصاص متاعي هو القانون البريطاني والأمريكي، وإن شاء الله معناتها قاعد نكمل في الميمار متاعي باش ناخذ الشهادة. بالنسبة للبكالوريا متاعي كانت عام 2009، وكانت الاختصاص متاعي كان هو الآداب. خذيتها من معهد المرسى سعادة في المرسى، وكانت عندي معدل 13.80. كنت الأول على في المعهد متاعي. بعديك توجهت الاختصاص القانون الخاص في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. خذيت الإجازة من غاديكا كيف يعني بملاحظة حسن، كنت ثالث على الدفعة متاعي. بعديك توجهت لكلية الحقوق، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس اللي هي هذه، وين نقرأ قاعد في السنة الثانية ماجستير بحث. حسام كالعديد من زملائه يرى أن الاطلاع على المراجع والكتب شيء ضروري، خاصة الجديد منها، حتى يكون مطلعا على آخر التطورات وملما بمجال دراسته وعمله المستقبلي. عادة كي يبدا عندي وقت فراغ نطلع للمكتبة معناتها باش نشوف شوية كتب، خاطر قاعد نحضر في الميموار متاعي، قاعد نعمل فيها في الاختصاص في القانون البنكي الأمريكي. دونك نشوف قاعد في أهم الكتب اللي عندها علاقة بالطبيعة بالميدان اللي اخترت وين معناتها باش نخدم فيه رسالة البحث متاعي. ونطلع عادة أنا وصحابي معناتها الكل نشوفوا معناتها كاين فما خاطر بريس كل جمعتين ثلاثة يجيبونا كتب جدد من السفارة، نجيو نطلعوا عليهم. كاين فما حاجة معناتها تتماشى مع المتطلبات متاعنا في الدراسة هاوكا، ما كانش نطلع عليهم هكا ولا هكا، أما مش بنفس العمق اللي تبدا حاجتك بها معناتها المادة حاجتك بها. وبسؤال حسام عن طموحاته في المستقبل وأحلامه كشاب يدرس القانون، كانت له الإجابة التالية. هي الطموحات متاعي هي إني نكمل بيان سور الدكتوراه، ومن بعد نحب يعني نقري في الجامعة، خاطر عندي من الصغر هواية التدريس، لكن كي زدت معناتها طلعت الكلية وكل حسيت لي أنا نحب نكون معناتها مدرس معناتها أستاذ جامعي أكثر من نقري في المعاهد معناتها. دونك إن شاء الله نكمل معناتها ما تبقى من القراية، ومن بعد إن شاء الله نتخصص معناتها في القانون الدولي ونقريه في الجامعة هذه ولا في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. في جمار كان لنا لقاء آخر مع حسام في البيت مع الأسرة وبين أفراد عائلته ليحدثنا فيه عن صباه وكيفية انخراطه في النشاط الكشفي. ولدت نهار 27 أوت 1990 في ولاية تونس. سكنت مدة 12 سنة في باب الفلة. بعديك معناتها كانت طفولتي قريت في نهج العلماء في مونفلوري، وكانت معناتها عندي هوايات متعددة، لكن أهمها هي المطالعة. ملي كنت صغير مغروم بالمطالعة. من بعد دخلت اون باراليل للكشافة، كانت هذيك هي اون باراليل مع المطالعة، هذيك الحاجة اللي نمارسها معناتها اعتياديا كل أسبوع في فوج رضا البحري في تونس. وبعديك معناتها تواصل معايا هوايتي، تواصلت معايا حتى لين نقلت لدارنا هذيا. التاريخ معناتها دارنا مع الكشافة، أمي كانت من المؤسسين تاع فوج قمرت من عام 1976، هي من اللي أسسوا الفوج، وكانت قائدة تاع باقة الزهرات. وعملت النشاط، مارست النشاط معناتها لمدة طويلة في الحركة الكشفية على نطاق معناتها محلي هنا في قمرت. بعديك الأسباب مهنية معناتها تركت الحركة الكشفية. بعد كي جينا احنا معناتها حست اللي هذاك هو الطريق الصحيح اللي معناتها باش يأطرنا خارج المنزل بالطبيعة. ويبدو أن ارتباط حسام كان وثيقا بالعمل الجمعياتي وله تأثير هام في حياته وعلى مختلف الأصعدة. وكل ما يكون عندي أنشطة أكثر نعملها، كل ما يكون المستوى الدراسي نتاعي خير، خاصة بالعمل الجمعياتي وعمل تطوعي من حاجة تحبها أنت، تولي تعرف تتحكم في الوقت نتاعك وتعمل جدولة للعمل نتاعك، تقول باش نقرا، باش نمشي للجمعية ذيك، باش نمشي للجمعية ذيك، باش نمارس الهواية ذيك. الذي يراقب حسام ويتابعه يوم الأحد وهو يشرف على أشبال الكشافة يكتشف جانبا آخر في شخصيته، الجانب القيادي الذي يحاول زرعه في هؤلاء الناشئة وبكل مسؤولية. كل نهار أحد كما تراو نجي للنادي اللي هو نادي فوج قمرت.
عندي موعد معناتها أسبوعي مع الشباب اللي هما معناتها ولادي الصغار. قاعد فما شبال منهم معناتها معايا عندهم أعوام اللي أنا بديت قائد فرقة معناتها عام 2009 معايا حتى لتوا دخلوا صغار، وفما جدد كل عام يجيو وقاعدين يواصلوا معناتها في المسيره معايا. قد يتجاوز معناتها الحكايه دي الاحساس بالمسؤوليه بقدر ما انها تعطيك المسؤوليه، تعلمك كيفاش انك تكون انسان مسؤول معناتها. خاطر الصغار معناتها بين عمر 26 سنه مش سهل لا باش تنجم معناتها تنظمهم، لا باش تكون معناتها مسؤول عليهم كي تخرج بهم ولا حتى كي تنشطهم في النادي. هنا تتعلم بالحق معناتها كيفاش تكون تقولوا قائد مسؤول ومن بعد تولي حتى مواطن مسؤول واب مسؤول في المستقبل. دارس القانون وقائد الأشبال ابن عائلة الباهي لا يحب أن يقطع علاقته بمنظمته الكشفية، بل يصبو كلما أتيحت الفرصة إليه أن يلتحق بالدراسات التدريبية لتنمية معارفه مثل دراسة الشارة الخشبية، والتي يرى حسام أنها ضرورية لكل الشباب ولها بليغ الأثر في حياة الكشافين لما تحتوي عليه من معارف وعلوم ومناهج إلى جانب العلاقات الإنسانية. الحاجة اللي تفرق أكثر حاجة اللي احنا عندنا مناهج تربوية نصيروا عليها، بينما جمعيات أخرى تكون عندها أهداف معناتها كما أي جمعية. الدورة التدريبية معناتها عندنا مجموعة من المعارف من المهارات من السلوكيات اللي نخرجوا بها. فما دراسات معناتها ناخذوها في الشارع، مثلا منها دراسة المسؤولية المدنية، كيفاش انك تكون قائد حتى قدام القانون تكون قائد مسؤول معناتها. دراسات على التخطيط والبرمجة معناتها كيفاش تعمل مخيم كما نقولوا بالساهل، معناتها كيفاش تعمل كيفاش تخطط وكيفاش تبرمج المخيم. بالطبيعة عندك أطار معناتها بمنأى على هذا ثم الزاد معناتها الاجتماعي، خاطر باش تجي باش تتلاقى مع قادة من مختلف جهات الجمهورية، باش تلقى قادة من تونس من دنين من سوسة من أي ولاية، وباش تكون معهم علاقات معناتها وتتعرف وتتبادل الخبرات. التكوين الكشفي معناتها يطلع كما قلنا مواطن معناتها مسؤول، وهذه اكثر معناتها خاصيه نتميزوا بها على مختلف الافراد اللي في الشباب التونسي معناتها على مختلف الشبان. المزج بينات الحياه معناتها نتاعي ككشاف بين حياتي المهنيه او الدراسيه تنتج معناتها انسان نقول حسب ما اعتقد انسان متوازن. علاش؟ خاطر انك تكون عارف بالقانون مادام انا معناتها طالب في كليه الحقوق في كليه العلوم القانونيه والسياسيه والاجتماعيه بتونس، وفرد مرة كشاف يعني في المستقبل نتاعي اني نكون استاذ جامعي. هذا كما سبق وذكرته معناتها تكون استاذ جامعي نجم ديجا في الكشافه تعلمت كيفاش اني نحط قدامي معناتها مثلا 24 شبل، تنجم معناتها عندك الاليات في الكشافه والطرق والوسائل اللي تمكنك كيفاش انك مش تسيطر بالمعنى معناتها السونس نيجاتيف، مي بالسونس بوزيتيف، كيفاش تنجم معناتها تلمهم تعرف العنصر البارز من العنصر اللي مش بارز. الدراسة والتعليم، العمل التطوعي والجمعياتي، حب الكشافة وتحمل المسؤولية، والحلم بالتطوير والرقي، كلها صفات تجتمع في حسام الباهي ابن الكشافة التونسية التي علمته العمل والحب والمثابرة وكيف يكون قائدا على جميع المستويات ويشرف راية الوطن.